الراجل ده عمل المستحيل عشان يكسر مناخير روما ويتحول لأسطورة لسه بنحكيها لحد النهارده. تخيل واحد احتل معظم إيطاليا وحاصر روما لمدة 15 سنة. حنبال أو هانيبال، كابوس روما المرعب. حنبال قاد جيوش قرطاج اللي هي تونس حاليا، وعمل حركة محدش كان يتخيلها. خد جيشه بالفيلة بتاعته وعبر بيهم لحد جبال الألب. الحتة دي انتحارية جدا محدش كان يتوقعها. وصل لحد إيطاليا وتفوق على الإمبراطورية الرومانية في عقر دارها. من أشهر محطاته معركة كانان. هنا حنبال ورى العالم كله ازاي التخطيط يبقى صح. خلى المشاة بتوعه يتراجعوا قدام الرومان، ولما الرومان دخلوا في الفخ أمر جيشه يلف حواليهم من كل ناحية، وبقى الجيش الروماني محشور في النص. والخيالة بتوع حنبال كملوا على باقي الرومان. من كتر رعبهم منه كانوا بيسموه الوحش اللي بيعشق الدم. لما كانت تحصل أي مصيبة في بلدهم كانوا بيقولوا جملة لاتينية شهيرة، وهي هانيبال أدو بارتوس، يعني الحقوا حنبال على الأبواب. اتولد في قرطاج سنة 247 قبل الميلاد، وأبوه حملقار كان قائد عظيم هو كمان. حنبال مسك قيادة الجيش وهو عنده 26 سنة بس، وبدأ يفرج روما الويل. اتهزم مرة واحدة بس بعد 15 سنة انتصارات في إيطاليا، وبعد كده اضطر يرجع لشمال أفريقيا عشان يدافع عن بلده تاني، وهناك خسر معركة زانا قدام القائد الروماني سكيفي. حنبال مسك حكم قرطاج وحاول يصلحها، بس الأعداء سربوا أخباره لروما، فهرب بقى متنقل بين البلاد كمستشار عسكري. لما عرف إن هم يسلموه لروما رفض يموت أسير، وشرب السم اللي كان مخبيه في ختمه ومات بكرامته. حنبال كان بيتحط اسمه جنب قادة عظام جدا زي الإسكندر الأكبر ويوليوس قيصر، طبعا خالد بن الوليد. قادة زي نابليون بونابرت كانوا بيعتبروه أستاذهم في الاستراتيجيات، وهو صاحب المقولة الشهيرة إن لازم كلنا نحفظها: إما أن نجد الطريق أو نصنعه. في الدنيا القادة العسكريين في أسماء بتنور بزيادة، وحنبال ده واحد منهم بكل جدارة. مجرد ما تجيب سيرته بتفتكر حكايات الحرب والدهاء والقصص اللي قلبت موازين التاريخ. وفي الآخر بنرجع لقصة راجل عاش من أكتر من 2000 سنة، بس لسه صوته بيوصل لنا من وسط صفحات التاريخ عشان نتعلم منه إزاي نواجه التحديات، وإزاي نكون أذكى وعندنا صبر وتصميم ملوش حدود. عظمة حنبال بتبان أكتر لما نعرف إن هو عمل كل ده وهو مغترب بعيد عن بلده ووسط أعدائه. ودي كانت قصة حنبال أو هانيبال، قائد اللي خلى روما تنمي المغرب من الآخر. بس كده، سلام.